السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في شهيوات ماجده. وما يمكنش اختي تشوفي هاد الطويجين وما تنوضيش تجربيه، راه كيجي لذيذ وكيجي خطير واحد البنه ما نقول شيء. وهنا كنقول لك مرحبا بك اختي، ما تنسانيش من لايكاتك والتعاليق ديالك الزوينه. شكرا على التفاعلات ديالكم ديال لا فيديوهات اللي حطيت وعلى لي زابوني ديالكم، شكرا بزاف، كنشكركم بزاف من كل قلبي. وهنا كنقول لكم بسم الله على بركه الله. غنبداو في الوصفه ديالنا ولا في الوصفه ديالنا ولا في الطويجين ديالنا اللي كيجي لذيذ بزاف. هنا عندي واحد البطاطا كبيره اللي غسلتها وقطعتها، بعد ما لقيتها قطعتها على هذا الشكل هذا. وعندي كذلك الباذنجان بنفس الطريقه هكا مكعبات مقطع بعد ما غسلته ونقيته حتى هو. عندي شويه د الملحه وشويه د الفلفل الاسود اللي هو البزار، وعندي كذلك خويط ديال الزيت وكنخلطهم مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد غندخلهم للفران حتى يتحمروا، اولا كما كنقولوا يتقلاو، كما يمكن لكم تقليوهم ولا ديروهم في الاير فراير، كيبقى لكم الاختيار. هنا فوق النار كندير طويجين او مقيله اللي كتفضلوا حتى كتسخن، وكنضيف شويه د الزيت، وكنحك واحد الفص ديال الثوم صغيور وكنخليه في هذا الزيت هذه حتى كيطلق النسمه ديالو. من بعد عاد كنجيب واحد البصيله عندي متوسطه، يعني المكونات ولا هادشي اللي غنعطيكم على حسب افراد الاسره ديالكم. بصله متوسطه وفليفله متوسطه مقطعين مكعبات على هذا الشكل هذا، ولا بصيله مشلضه. هنا كنضيف ضروري شويه د الملحه وواحد راس المعلقه ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار باش كيطيب هذا الشيء يعني لذيذ. ومن بعد كنخليهم حتى كيتحمر حتى كيتقلاو كما كنقولوا ولا تينزلوا. عاد كنضيف معلقه كبيره مع مراش ديال الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا، وعندي معلقه صغيره نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، وعندي معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، ورخفتو بشويه د الماء. ومن بعد خلطتو عاد ضفتو لهاد الفلفله والبصله. كنخليهم حتى كيتقلاو ولا كينزلوا معايا مزيان. عاد كنضيف واحد شويه د الماء باش كنخليهم يطيبوا في خاطرهم، باش ملي كناكلوا ديك الوصفه ما كيتغرزش لينا في السنان ديالنا ديك البصله ولا ديك الفلفله. هنا راه عندي تماما كل شيء طايب، يعني ديك البصيله مع ديك الفلفله. وهنايا هادو راهم تحمروا في الفران او تقلاو في الفران. كنضيفهم وكنخلطهم مزيان في هاد الطويجين هذا مزيان حتى كيتلبسوا ديك الصوص. من بعد هنا كنضيف شويه د المعدنوس كما كتشوفوا معايا هكا، يعني فريش او خضر هكا على هذا الشكل كيبقى. من بعد غنضيف 2 بيضات او 3 على حسب شنو باغيين نتوما. كنخليهم هكا غير كيطيب مع كلشي طايب، غير كيبدا يطيب البيض كنولي نضيف عليه من الفوق شويه د المعدنوس كنسم به. وضروري انا عندي الكمون عزيز مع البيض، ضفت واحد شويه الكمون من الفوق صافي. خليت البيض حتى طاب، وكيكون هذا هو الطويجين ديالي بعد ما كيطيب كيجي غزال وكيجي لذيذ بزاف. وما تشبعوش منه، شي حاجه اللي كتوجد بسرعه لجوع الليل او لا يعني الغداء الا كنتي مزروبه او لا ما عندكش الوقت. فصدقيني كيجي غزال ولذيذ، كيجي هذا هو الشكل ديالو، كيجي كيشهي. كنتمنى الا جربتي الوصفه تشاركيها مع العائله والاصدقاء وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وهنا كنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو مع وصفات جديده وفيديو